السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. النهاردة برجعت لكم بفيديو جديد، واخيرا الأوضة التانية بقت أوضة. يعني عشان احط الهدوم في الدولاب كده انا ماشية على الأرض. كنت بتخنق اوي وانا بطلع فوق المرتبة اللي كانت في الأرض دي علشان احط الهدوم وارص الهدوم في الدولاب وكده. الحمد لله، يعني حسيت خلاص ان دي الأوضة التانية، وقلت اوريها لكم بقى كده. فرحانة بيها جدا بصراحة. فرحانة ان انا شلت المرتبة من الارض. عايزة اقول لكم كل الحاجات اللي محطوطة فوق الدولاب دي اللي هي في الرف الاخير فوق دي كانوا محطوطين على التسريحة، فانا شلتهم طبعا بسبب العيال. يعني مش راضين، مش سايبين حاجة في مكانها وعمالين يبهدلوا الدنيا بيهم. فاضطريت ان انا اشيلهم في الدولاب بعيد عنهم، يعني مؤقتا كده لحد ما يكبروا يعني وبطلوا اللي هم بيعملوه ده. بس طبعا زي اي بيت مصري في غسيل عايز يتشال عايز يتطبق، وغسيل عايز يتغسل، وغسيل عايز يتنشر. فانا الغسيل ده كنت مطبقاه. قلت بقى احطه في الدولاب كده علشان هغسل تاني. كنت هغسل النهارده بس اجلتها لبكره لان انا ما كانش عندي وقت النهارده خالص. آه شايفين القرود بيعملوا ايه؟ ما صدقوا الطبق اللي انا كنت حاطه فيه الغسيل ان هو فضي. بس مبدئيا كده انا مش هشيل الملاية بتاعه السرير ولا حاجه، زي ما قلت لكم في الروتين اللي فات في اوضه الاطفال. انا هسيب الملايات محطوطه الاسبوع ده كمان. يعني مش هشيلهم الاسبوع ده، هسيبهم الاسبوع ده على بال ما اخلص فرش الشقه وانضفها كلها وافرشها فرش الشتاء. وفي الاخر خالص بقى اروح شايله الملايات بقى وافرش فرش بقى نضيف. آه بس كده. عملت الملاية، يعني شدتها كده شدة بسيطة، مش هشيلها يعني ولا هحط فيها كده كده مفروشة، يعني لسه ما كملتش حاجة يعني. المهم ايه، قلت بقى ايه، بقيت عمالة اجيب البطانية شمال ويمين. طب انا هشيلها. العيال اصلا قربوا يناموا، مش عارفة بقى اطبقها ولا ما اطبقهاش. شايفين شايفين المناديل. انا بقيت بشوف الحاجات دي بيجيلي احباط كده، بقعد مكاني كده بحس ان انا بيجيلي صدمة، حالة من الصدمة كده. على بال ما بفوق منها كده باخد فترة. آه، جبت المكنسة بتاعتي. الجزء بقى اللي هو كان فيه المرتبة ده. طبعا ما كنتش بعرف افرش اي حاجة هنا ولا اعمل اي حاجة هنا. ومتعودين على كده، متعودين ان الجزء ده كان صغير يعني محدش بيروح ناحيته. فما بفرش فيها اي حاجة في الشتاء، لان احنا اصلا ما بنروحش نقعد في الجزء ده خالص. احنا اغلب الوقت احنا قاعدين في المكان اللي هو ايه قدام السرير ده، علشان بنبقى بنتفرج على التلفزيون وكده. هو ده الجزء اللي بيبقى فيه الدفاية كمان. فهو احنا بنقعد في المكان اللي هو اللي قصاد السرير ده، اللي عند باب الأوضة. فانا هفرش كفر السجادة، لان انا ما عنديش كفرين يعني للأوضة دي، عندي كفر واحد بس، فهفرشه في الجزء اللي احنا بنقعد فيه. هوريكم دلوقتي انا هفرشه فين. عايزه اقول لكم الجزء اللي انا بعمله ده، العيال كانوا عاملين لي فيه ايه. كانوا عاملين جايبين الكيس بتاع لسان العصفور، وقطعوه وبهدلوا الدنيا بيه. الجزء اللي انا بعمل فيه ده كان كله لسان عصفور يعني. بتضايق قوي بقى لما بيبقى يعني لسان عصفور كان في كيس زي كيس السندوتشات، يعني مش كيس اللي هو المغلف الجامد ده. فبيبقى سهل عليهم ان هم يقطعوه. مش عارفة اقفل الذرة في المطبخ ازاي. يعني انا جبت قفل للتلاجة وقفلت التلاجة، هقفل بقى الذرة في المطبخ كمان؟ والله انا تعبت يا جماعة مع العيال دي. وما بلحقش ان انا ما بشوفهمش، هما مجرد ما يغيبوا عن عيني كده 10 دقايق الاقيهم عملوا كارثة. بس طبعا المناديل اللي هم قطعوها هنا دي ما ينفعش ان انا المها بالمكنسة، علشان بتسد المكنسة يعني الحاجات الكبيرة دي. فبلم الحاجات الكبيرة وبخلي المكنسة بس على قد التراب، الحاجات اللي هي عايزة تتلم ايه، الخفيفة دي الناعمة. بس كورق ولا اي حاجة كبيرة ما بشفطهاش بالمكنسة، يعني علشان المكنسة تتسد. وبصراحة الخرطوم لو اتسد بتبقى مشكلة بالنسبة لي.
فاغلب الوقت لما كانت المكنسة بتتسد معايا الحمد لله بتتسد من الجزء اللي هو فيه الحديدة ده، فبيبقى سهل بقى بدخل فيه عصاية المقشة. فبتروح بقى ايه الحاجة اللي فيها تروح سالكة على طول. بس فانا بستسهل. انا عايزه اقول لكم انا بعمل المونتاج والفجر بيأذن، سامعين؟ بس انا ما صدقت ان هم ناموا كده. هم كده النهارده ناموا بدري يعني الحمد لله، كل يوم بننام الصبح، فالنهارده ناموا بدري كده. قلت بقى ايه اعمل لكم المونتاج بتاع الفيديو علشان انزله لكم بكره ان شاء الله. المهم ايه، انا هفرش بقى الكفر بتاع السجادة في الجزء ده. هو ده الجزء اللي احنا في الشتاء بنبقى قايمين قاعدين على طول اليوم في هنا، يعني من على السرير ننزل تحت على الارض هو في الجزء ده بس. فانا هفرش كفر السجادة هنا، هطبقه كمان نصين وهفرشه في الجزء ده. الناس هتقولي ايه، طب ما تفرديه وفرشيه في الجزء اللي هناك اللي هو اللي عند الكنبة وعند الدولاب. احنا مش متعودين نقعد هناك، وبعدين الجزء اللي هو عند الكنبة والدولاب ده هيبقى بعيد قوي عن التلفزيون، والتلفزيون ده صغير. عايزة اقول لكم في لو شايفين الحامل بتاع الشاشة فوق التلفزيون اهو، احنا عاملين حامل للشاشة وكل حاجة هنا في الأوضة. وكنا كمان السنة اللي فاتت حاطين الشاشة هنا، بس انا مش ناوية ان انا ادخلها تاني في الأوضة يعني. لان بصراحة يعني مسافة ما الشاشة دخلت الأوضة خلاص كده ان الصالة بالنسبة لي اتعزلت نهائي. حتى لو حد جه او كده ما بينفعش ان هم يتفرجوا، يعني لو حد جه عندي ما ينفعش انه يتفرج على التلفزيون طبعا بره. ف حاساها انها مش حاجة حلوة يعني ان احنا ندخل الشاشة في اوضة النوم كده. بس وبما ان عندنا بديل يعني تلفزيون صغير وكل حاجة، بس بيقضي الغرض يعني. هما الشهرين 3 بتوع الشتا دول بنتحبسهم في الأوضة وخلاص نستحملهم يعني. شلت حرف السجادة بس كده، هو تحتيها نضيف وكل حاجة. انا كنت بتأكد بس لقيت ان تحتيها نضيف مش مستاهل ان انا اشيل السجادة يعني. بس فاستكفيت ان انا بس اعملها كده من فوق واجيب الكفر على طول افرشه، بس بعد ما امسح طبعا السيراميك اللي هو اللي باين. لان انا مش هشيل السجاد ولا حاجة يعني. بس همسح بقى الاجزاء بتاعه السيراميك اللي هي باينه دي كده، وهجيب بقى كفر السجاده افرشه على طول هنا وخلاص كده. انا بالنسبه لي الاوضه فضيت خلصت يعني. بالنسبه للمرايات، انا كنت لمعت المرايه بتاعه التسريحه والازاز بتاعها. وعايزه اقول لكم المفارش مفروشه مقلوبه كده علشان اخت جوزي كانت عند مامتها النهارده وبنتها طلعت، بنتها صغيرة يعني، هي اللي عملتهم كده، هي اللي فرشتهم يعني، بس فرشتهم مقلوبين. فانا سبتهم والله، قلت والله شكلهم حلو، تحس ان هما مدين تغيير كده للتسريحة. قلت والله ما انا عدليهم هسيبهم كده، يلا البصمة بتاعت ندى موجودة في الأوضة معايا. بس كده بقى خلاص خلصت. وعايزة اقول لكم ان انا مش عارفة ليه انا كنت بصور كده ويعني بصيت لقيت التليفون وقف لوحده. اكتشفت ان هو ما بيصورش بالصدفة. وبعد كده حطيت لكم ايه لقطة كده معينة. اللقطة دي اللي هي عايزة اوريكم بس انا عملت ايه. انا فرشت الكفر في النص في الجزء ده كده ومتطبق نصين، هو الكفر كبير قوي يعني 2 في 3. فانا قلت ايه هو كده يبقى تقيل في الجزء اللي احنا قاعدين فيه بس، مش محتاجة بقى اكتر من كده. المعطر بتاعي اللذيذ واحساس الانتعاش بقى. بس لمعت مراية الدولاب وكده خلاص انا خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.